البداية أيا كانت لا تنسى ولا تمحى من ذاكرة القلب. المشاعر التي أفرحت فؤادك أو أدمت لن ينسى من كان سببها. جميع من كانوا الأوائل في كل شعور سيبقون أحياء في داخلنا حتى آخر نبض. والمرتبة الأولى أحسن مرافعة وللمتألقة قاسم نبيع. بمناسبة حفل تخرج المحامين المتربصين دفعة 2020-2022 أهنئ كافة المحامين المتخرجين وأذكرهم مرة أخرى وأخيرا بأن المحاماة مهنة نبيلة. إن تنظيمكم مسابقة مرافعات العشر الأوائل للدفعة خلال مراسيم حفل التخرج دليل واضح على اهتمامكم بمهنة المحاماة. البروتوكول الذي تبنته منظمة الأمم المتحدة لقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص من الأمر 20/3 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها. يريد من خلاله التنصل من المسؤولية الجزائية ليس إلا فإن محضر التحريات. منظمة المحامين لحية البوليدة تعتبر من أقدم المنظمات على المستوى الوطني، فتأسست هذه النقابة منذ 1880. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم رانا بالمركز الدولي للمؤتمر عبد اللطيف رحال في مناسبة تاريخية بالنسبة لأسرة الدفاع عامة ولأسرة الدفاع البوليدة خاصة، في ذكرى يوم الشهيد والمصادف 18 فبراير، حيث تم تنظيم حفل على شرف تخرج دفعة المتربصين المحامين واللي كان عددهم 420 محامي، واللي اجتازوا فترة تربص لمدة 2 سنين. مراسم الحفل شهدت كذلك تنظيم الدور النهائي لمسابقة أحسن مرافعة، حين تم تكريم الثلاثة الأوائل المتفوقين، وشهدت كذلك تكريم النقباء الممارسين الحاليين على المستوى الوطني، وتكريم كذلك النقباء السابقين. وعلى هامش الحفل تم تكريم عائلة المتربص المحامي المرحوم زواوشة بلال. تابعوا معنا. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به
وذلك هو الفوز العظيم. بمن حضر. أبدأ بالسيد ممثل وزير العدل مدير الشؤون المدنية، السيد رئيس الاتحاد، السادة النقباء الممارسين الحاليين والقدامى، زملائنا الأفاضل كل من أين جاء، السادة الضيوف، السادة الوفد الشعبي الوطني، كل باسمه وصفته، مرحبا بكم جميعا. أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، إنه لمن دواعي السرور والابتهاج أن أقف اليوم في هذا الصرح أمام حضوركم المتميز بمناسبة حفل تخرج المحامين المتربصين دفعة 2020-2022 تتويجا لمجهوداتهم في التدريب ومثابرتهم وتكريما لنجاحهم وتفوقهم عن جدارة وتثمينا لدور كل من ساهم في تكوينهم. هي فرصة لاستحضار مكانة المحاماة في إرساء دعائم العدالة والدفاع عن الحقوق والحريات، دفاعا يستند إلى مبادئ دستورية قوية ومتينة ومنظومة قانونية ناجحة مقومات دولة القانون وسيادته. لذلك فإن هذه المراسم وإن كانت احتفاء بمن اختاروا مهنة المحاماة والتزموا بأخلاقياتها، فهي كذلك تذكيرا لهم بما هو ملقى على عاتقهم من واجبات، وتأكيدا على دورهم الفعال في تجسيد شراكة تكاملية وفعالة مع باقي القطاعات وتجسيد ذلك في واقع مؤسسات الدولة. أيها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، لقد كنا دائما على يقين بأن الكفاءة العلمية هي الضامن الوحيد لتنويع مسالك التكوين وتعميق المعارف، وهو ما جعلنا نحرص على تعزيز كفاءة المحامي ليكون جديرا بحمل رسالة المحاماة، تلك الرسالة الإنسانية السامية والنبيلة والتي تلبس المحامي جبة الولاء والإخلاص للقضية المحورية والأهم، وهي قضية العدالة، وتكرس مجموعة من القيم الإنسانية المبنية على حب الوطن التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لقطاع العدالة وأسرة الدفاع. كما لا يفوتنا أن نشيد بالإرادة الحقيقية والهادفة للسيد معالي وزير العدل حافظ الأختام في النهوض بقطاع العدالة في جو من الانفتاح وتعاونه الإيجابي مع أسرة الدفاع من خلال دعمه المستمر والتكفل بانشغالاتها. أيها الحضور الكريم، إن السير على خطى من سبقونا في المهنة وتزامن هذا الحفل مع تاريخ غال على قلوبنا جميعا وهو اليوم الوطني للشهيد الذي يوافق 18 فبراير 2023. حبابنا بعد إذنكم جميعا إلى تسمية
هذه الدفعة باسم أحد الذين أخلصوا في مبادئهم وجمعوا بين النضال من أجل قضية الوطن واستقلاله وحريته بين مقتضيات مهنة الدفاع عن الحقوق في مسار الكفاح الإنساني. إنه شهيد الوطن، شهيد المهنة، المحامي علي بومنجل. أيها السيدات الفضيات، أيها السادة الأفاضل، أهنئ كافة المحامين المتخرجين وأذكرهم مرة أخرى وأخيرا بأن المحاماة مهنة نبيلة لا تحتمل أي شوائب، وإنهم مطالبون ببلوى آفاقهم ومواقفهم على هذا النحو. وفي الأخير لا يسعني إلا أن أرحب بالجميع مرة أخرى دون استثناء، كل من حضر باسمه وصفته، وأتمنى للذين شرفونا من خارج الوطن إقامة طيبة بيننا. وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه الخير والسداد. شكرا. إن مهنة المحاماة تستمد نبوغها من أعرافها وتقاليدها، وتعمل على حماية وحفظ الحقوق والدفاع، وتساهم في تحقيق العدالة واحترام سيادة القانون. فيعتبر المحامي شريكا أساسيا ومساهما فعالا في تحقيق العدالة وإرسال قواعد دولة القانون. اسمحوا لي أن أهنئ المحامين الكل على نهاية تكوينهم وتربصهم، وقد أقول لهم أهلا وسهلا بكم في أوساط الأسرة القضائية، ليس فقط في أوساط المحامين، في أوساط الأسرة القضائية القادمة. متمنيا لكم النجاح والتوفيق في مساركم المهني، وما أسعدكم أن تحملوا اسم دفعة الشهيد المرحوم علي بومنجل. وأود أن أذكر في هذه المناسبة الكريمة أن مهنة المحاماة ليست مهنة عادية على غرار المهن الأخرى مع احترامنا لكل المهن، ولكن مهنة خاصة نبيلة وشريفة محبوب من يتولاها، ذلك أنها مهنة مبادئ قبل كل شيء، مهنة مبادئ ومهنة الإنسانية، مهنة نصرة القانون والحق، ومهنة نصرة المظلوم، مهنة تنوير الأعداء، مهنة المساعدة، مهنة المرافقة، ومهنة النصر. وبالتالي فأنتم مطالبون أن تكونوا في مستوى تلك الالتزامات، هذه الالتزامات، أن المحاكمة العادلة التي نصل إليها وتطبيق القانون هي ثمرة مجهود مشترك تتضافر في إنجازه العديد من الأطراف المساهمة، وفي مقدمتهم القضاة والمحامين. طبعا منظمة المحامين بناحية الكلية تعتبر من أقدم المنظمات على المستوى الوطني، فتأسست هذه النقابة في 1880. تعاقب عنها أكثر من 70 نقيب، قبلها النقيب طبعا النقباء الفرنسيين المستقبل الفرنسي، وكان حظي النقيب غسول حميد كأول نقيب عربي جزائري في هذه المنظمة. كان أعتقد خلال سنة العهدة 1950-1952. هذه المنظمة الرائدة التي طبعا ولدت أبطال كانوا قد ناضلوا
وناضلوا من أجل إحقاق الحق، خاصة في العهد الفرنسي، عهد الاستعمار، الذين طبعا من بينهم الشهيد الذي أحسنتم تسمية هذه الدفعة باسم المرحوم الشهيد علي بومنجر رحمة الله عليه، الذي رمي من الطابق السابع في إحدى عمارات العاصمة بعد أن كانت طبعا المستثمر الفرنسي آنذاك قال انتحر أو كان قد انتحر. وطبعا كشف التاريخ أن علي بومنجر رحمة الله عليه كان قد رمي نظرا لنضاله المريض. لجنة التحكيم وقرت من خيرة أبناء الجزائر وأبناء الوطن العربي. أهلا وسهلا بكم. تطبيق عربي. إذا هي اللجنة الموقرة تتكون من كما أشرنا أخيار: الأستاذ عمار زواوي محام ونقيب سابقا، الأستاذ المحترم بن شعبان رضوان محام ونقيب سابقا، الأستاذ شكري شخاري محامي نقيب من تونس الخبر، الأستاذ المحترم حسام أبو الرمان محامي ورئيس مركز كلمة. أرافع دفاعا عن موكلتي ضحية جنحتي المساس بحرمة الحياة الخاصة طبقا لنص المادتين 303 مكرر و303 مكرر 1. سيد الرئيس، وبالرجوع إلى لفظ الدعوة الحالي نجد أن أركان جريمة المساس بحرمة الحياة الخاصة وجنحة القتل قائمة بجميع أركانها المنصوص عليها قانونا، وهذا ما أثبته محضر التحريات التقني التي قامت به ضباط الشرطة القضائية بإذن من وكيل الجمهورية، مما يضفي عليه الشرعية القانونية. إن محضر التحريات التقني يعتبر دليل قاطع على إدانة المتهم، وهو لا يمكن الطعن فيه أو دحضه إلا بالتزوير. نحن اليوم ضحية جناية اختطاف طفل قاصر في السادسة من عمره. الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بنصوص الأوامر 293 مقرر 1، 336، 254، وكذا نصوص الأوامر 255، 256، 257 من قانون العقوبات. سيد الرئيس، بما أن هذه الأم كانت تنتظر عودة ابنتها في ذلك اليوم المشؤوم، ولم يكتفي حينها أن تتهم بطعنة أو طعنتين، بل كانت 5 طعنات متتالية أصاب بها صدرها فأزهق بها روحها. من بين محطات المحاكمة العادلة التكليف الشديد والقانوني لموضوع المتابعة. تتلخص الوقائع باختصار لأنه إذا تلقي قصيدة عناصر الطرح الوطني بمعلومات تفيد بتواجد مجموعة من المبحوث عنهم، وأصبحت هذه العملية على توقيف 20 متهم، ومن بين المتهمين موكلي الباذل أمامكم والمتابع على أساس الانخراط بعصابة أحياء موضوعية ومركبة. فكان على الأشرف على النيابة أن تحيل هذا الملف على التحقيق تحديدا للمسؤوليات وتحقيقا للعدالة
وتطبيقا لمبدأ الشخصية. شكرا سيد الرئيس. سيد وكيل جمهورية ممثل العام، دفاعا عن حقوق الوكيل المتهم بجرحة الحيازة غير شرعية للمخدرات العقلية المختلفة طبقا لأحكام المادة 17 من قانون 15 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومنع الاستعمال والاتجار غير مشروعي. من خلال نص المادة الأولى لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أخذ بغير قانون، فقوانين الجمهورية مهما بلغت سموها إلا أنها لا تحقق الغاية المرجوة منها إلا بالتطبيق السليم للقانون. باستمرار نص البدوي من قانون 04/18 الذي تنص صراحة في فقرتها الثانية: المؤثرات العقلية هي كل مادة طبيعية كانت أم اصطناعية أو كل منتوج طبيعي مدرج ضمن الجدول الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 والتي صادقت عليها الجزائر. لقد اتضح بعد تدخل مصالح الطرف الوطني وحراس السواحل أن هذه الجريمة خطيرة بشرا، خطيرة جدا، وذلك أو بسبب عدد المهربين الذي بلغ 10 أشخاص وعدد المهاجرين المهربين الذي بلغ 55 شخصا والظروف المشددة لها حسب نص المادة 603 مكرر 31 بسبب وجود أحد الضحايا كان قاصرا لم يتعدى سنه 15 سنة، فضلا عن تعريض حياة المهاجرين للخطر، وكذا وجود أشخاص موظفين ضمن هذه الشبكة الإجرامية، وفي الأخير اللبث قبول تأسيسنا كأطراف مدنية مع تمكيننا من مبلغ مليار صوتي عن كل ضحية. لكم واسع النظر وشكرا. حقوق الوكيلين متهم بجنحة المضاربة غير مشروعة طبقا لنص القانون 21/16 مواد 1 و13 منهم، وهذا المحضر هو عبارة عن نموذج واحد من طرف وزارة التجارة وتنمية الصادرات. نلاحظ في الملف الحالي أنه المحضر تم توقيعه من عام من طرف عون رقابي واحد، وهذا ما يعيبه شكلا، بالإضافة إلى نص المادة 61 من نفس القانون التي تلزم وجوبا ولا يستحيل مجال مدته 45 يوما للوفاء بالغرامة ويخصم منها ما قدره 20%. لأن عبودية الأمس أسعد لها الإنسان بقوة السلاح، أما عبودية اليوم فيذعن لها الإنسان بقوة الفقر والجهل. البروتوكول الذي تبنته منظمة الأمم المتحدة لقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، أو ما يعرف ببروتوكول باليرمو الصادر عام 2000، والذي سوف يشكل فيما بعد اللجنة الأساسية التي سيبني من أجلها المشرع الجزائري لأول مرة بمناسبة استحداثه القسم الخامس والخبر من الفصل الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات. طبقا لنصي المادتين 266 مكرر من قانون العقوبات و266 مكرر واحد من قانون العقوبات، فادها أن موكلتي تعرضت للضرب والجرح المتبوع بالتعنيف القصدي ضدها، نفس السبب تهجم عليها بالضرب المبرد. لولا عناية النقاط بنجدتهم لها لكانت الواقعة أمر
المادية أو المعنوية، وذلك يعود بالرؤية إلى الاقتصاد الوطني. وبعد الخضوع قانون 0601 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وعن طريق محاضر التطبيق القضائية التي هي تحت الرقابة الشديدة لهيئة الموقرة، وعن وبناء على هذه المتابعة القضائية لدى المسيرين والمسؤولين المحليين ما أدى إلى التوقف عن التنمية وانحطاط الاقتصاد الوطني والحفاظ على المسيرين، وبالرجوع سيد الرئيس إلى دعوى الحال والجنحة المتابع بها موكل بنص المادة 25 فقرة 2 من قانون 601. عكس الجرائم التقليدية التي يكون فيها الضرر شخصيا ومباشرا، فالإنسان يظلم نفسه بإفساد بيئته الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في أصل متوازن. لاحظوا وجود الإحبار تنشط بصفة غير قانونية، وعلى أثر ذلك حرر ضابط مختص محترم مفاده وجود الإحبار تنشط بصفة غير قانونية ولا تدخل على رخصة، كما أنها لا تدخل على سجل تجاري، وكذلك وجود نفايات متمثلة في سلوك وتنزيل تستعمل من أجل تشغيل الآلات ضرورية في فضاء المسؤول. كذلك أفضل نوع صرف مياه الحجارة وشرفتم به المحاماة أمام أنكم في بداية مشواركم. بالنسبة لنا، بالنسبة للجنة التحكيم، في الحقيقة كلكم ناجحون، كلكم ناجحون. لما نجحت هذه ونشوف في الأستاذ الفاضل البروفيسور اللي على بالي تعبت في هذا، ونشكره كثير، تبقى حال عليه لأنه هو اللي كان حضر هذه المنافسة الرائعة. شكرا لك يا بروفيسور. وبالتالي فاحنا نقول باللي كلكم ناجحين، يعطيكم الصحة كثير 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 لأنكم بذلتوا جهد. طبعا فيه هفوات لجنة التحكيم على كل حال بعد المداولة، بعد السماع للمرافعات من تبنى الطرف المدني، بعد مرافعات من تبنى متهم يعني تقمص او في حق متهم، مشكورين على كل حال، كل عمل الدور نتاعو. ولذلك بدون اطاله عليكم، فلجنه التحكيم اسفرت على النتائج التاليه. المرتبه الثالثه عادت للمتنافس الاستاذ يونسي محجوب. المرتبة الثانية عادت للأستاذ جرين أسامة. عادت للأستاذ جرين أسامة. والمرتبة الأولى أحسن مرافعة وللمتألقة قاسم نادية. الحمد لله، لقد من الله علينا بمسابقة، وهذه المسابقة كانت من أحسن المسابقات. التدريب كان على مدة 2 وكان تدريب ثري، بحيث أن النقابة قامت بإثراء هذا التدريب في جامعة البنيدة، وقدمت لنا دروس ومحاضرات. كان لنا الشرف نكون من 50 بأفضل مذكرة، ثم بعد ذلك مراحل ختامية وجدنا للمرحلة الختامية لأحسن المرافعات، مرتبة ثانية. شكرا جزيلا للسيد النقيب على الجهود اللي قدمها، أعضاء اللجنة العلمية وعلى رأسهم الأستاذ بروفيسور الناشف فريد، الأستاذ حواء حسين ما ننساش خيره عليا،
الاستاذ زبير ابراهيمي اعضاء. انا جد سعيد بتتويجي مع العشره الاوائل في حفل اختتام دفعه تعليم منجل 2020-2022 اننا نتقاسم كلنا ارتداء هذه البدله السوداء التي هي مفخره لنا. صوت منظمه محامي جديده على راسها السيد النقيب عبد الله حمود، على كل الاعضاء على ما بذلوه من جهدهم لاكمال برنامج مكثف لما يخص دفعه علي منجل. الرحمن الرحيم. اليوم شهدت منذ قليل او منذ الساعات القليله الماضيه تخرج دفعه محامي متربصي في منظمه البوليده اللي بدات في التدريب نتاعها وبدات التربص نتاعها في 2020 وانتهى في 31 ديسمبر 2022. الحمد لله انتهى ببرمجه التكوين باعداد مخطط تكويني انتهى بنهايه التربص. اليوم كان طبيعي انه يكون التعب اللي تعبوه الزملاء المتربصين انه ينتهي باحتفاء مثل هذا. احتفال مثل هذا لما؟ لما كانت وما قام منظمه محامي البوليده الناشئه والتي نشأت منذ اكثر من قرن وزياده.
نقول لزملائي هنيئا لكم بمنظمتكم منظمة بوليدة. المتربصين الذين رفعوا تربصهم وانضموا واصبحوا محامين مستقلين مرحبا بهم، وان يلتزموا كما جاء في كلمتي، ان يلتزموا ويحافظوا على نبل هذه المهنة. هذه رسالتي اليهم واليهن، حافظوا 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 على نبل المهنة. الى اجراء مسابقة للافضل 10 مترافعين انتهت بفوز 3 واحتلال الباقي المرتبة الرابعة، وكان فائز رقم 11 وهو الأول في الحقيقة، هو الزميل المتوفى الذي أدى اليمين مباشرة، توفي بعد أداء اليمين، واليوم وفي غيابه رحمه الله تم دعوة عائلته أمه وأخوته وتم تكريمهم اليوم كباقي الزملاء. وهذه اللفتة تاع منظمة اللي تحب زملائها، منظمة اللي تحب ترتقي بالمهنة هذه، منظمة عريقة. أقول مرة في الأخير هنيئا لزملائنا، هنيئا لمنظمة بوليدة، وشكرا.